دلوقتي احنا في ممشى اهل مصر اللي افتتحوه يوم الجمعه اللي فاتت، وطبعا مكان جميل جدا مجهز عشان الناس كلها تيجي تتنزه هنا. كل اللي عايز يعمل اي نشاط بيجي يقعد اكتيفيتيز زي ما انتم شايفين، تمثال والنظافه وامن. في طبعا كل حاجه متاحه، بس طبعا هو المرحله الاولى اللي خلصت بطول حوالي 2 كيلو تقريبا. 2 كيلو طول الممشى المرحله الاولى اللي هي اللي خلصت اللي احنا فيها دلوقتي. الناس مبسوطه جدا بالافتتاح المرحله الاولى دي، والحمامات موجوده نظافه عاليه قوي، اعلى مستوى نظافه ممكن تلاقوها. في منطقه كافيهات، في كافيهات لسه ما اتفتحتش طبعا، في كافيهات ومطاعم فتحت اوريدي، الناس بدات تيجي. في باركينج تحت الدور اللي احنا فيه دوت هي 2 ليفل. الليفل اللي تحت ده الممشى نفسه بالمطاعم، وفوق في مكان للعجل والجري واللي عايز يجري، ومكان جميل جدا يعني، ومعمول برضو هنطلع نبص عليه فوق. هناخد الجوله بتاعتنا النهارده في ممشى اهل مصر المرحله الاولى. عايز يعني يا ريت نتمنى ان شاء الله ان المكان زي ما هو شفناه كده في الاول ونضيف والناس محافظه عليه. اتمنى قدام شويه كمان الناس تحافظ على المكان وعلى جماله وعلى نظافته، لان فعلا حاجه مشرفه جدا ان احنا يكون عندنا في مصر مكان سياحي بالمنظر الجميل ده. يلا بينا بقى نبص على المكان ونشوف تفاصيل المكان. يلا بينا. دلوقتي احنا في المرحلة اللي خلصت، المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر. طولها حوالي 1800 متر، يعني حوالي 2 كيلو. بيبدأ من كوبري 15 مايو لحد كوبري امبابة. المرحلة التانية بنسبة 80% خلصت، ولكن هتبتدي من 15 مايو لحد قصر النيل، ومن كوبري السواح لحد 15 مايو. التشطيبات والخامات المستخدمة في الممشى على أعلى مستوى، كأنك قاعد في دبي أو كأنك في منطقة الGPR في دبي. مكان سياحي رهيب. في أماكن مخصصة للباركينج والعربيات تحت. كمان المكان متقسم على مرحلتين. المرحلة اللي فوق تقدر تعمل رياضة العجل وهنروح لها دلوقتي، والمرحلة اللي تحت كافيهات وأنشطة تقدر تعملها زي المراكب السياحية والمراسي اللي موجودة تحت. في مرسى لكل مكان سياحي تابع للمكان. بيوفر طبعا الأنشطة اللي تقدر تعملها. تقدر تركب مركب، تقدر تتغدى، تاخد مركب من على الممشى، ولكن مش بطريقة عشوائية زي الأول، طبعا بطريقة سياحية وشغل فاخر، يعني زي ما نقدر نقول كده. المكان عجبني قوي. النظافة، الكاميرات المراقبة، شركة الأمن اللي موجودة اللي بتخلي بالها من المكان ونظافة المكان. أتمنى طبعا من الناس إن هي تحافظ على المكان دوت، عشان هيبقى مقصد سياحي مهم جدا في مصر الفترة اللي جاية. طبعا المكان زي ما انتم شايفين نظيف جدا. في شاتل طبعا بيقدر يوصل الناس اللي مش قادرة تمشي لمكان معين، يقدر يوصلها. في مناطق مخصصة زي ما قلت للعربيات. في باركينج في كل مكان. في محلات لسه طبعا تحت الإنشاء، لكن نسبة كبيرة جدا المكان خلص، والمرحلة التانية كمان على وشك ان هي تخلص. ممشى أهل مصر فعلا إنجاز كبير جدا في تطور مصر الحديثة. نقدر نقول هيكون مكان سياحي ومكان كمان ترفيهي للشعب المصري وكمان للأجانب، لأن في محلات وهيبقى في بازارات تحت. وزي ما أنا شفت في محلات فاتحة، مطاعم لبنانية ومطاعم أوروبية ومطاعم محلية كمان. فوق تقدر تعمل رياضة العجل، وفي مكان مخصص ان انت تسيب الدراجة بتاعتك. لو انت عايز تعمل رياضة تقدر تجري، تعمل اللي انت عايزه. المكان فعلا الحمامات اللي موجودة جوه نظيفة جدا للسيدات وللرجال، ومكان فعلا يستحق ان انتوا تزوروه كعيلة او كأصحاب، او كحتى حد جايلكم من برا مصر وعايز يروح مكان يتفسح فيه. اتمنى ان شاء الله الناس تحافظ على المكان ده، والمرحلة التانية احنا في انتظار ان هي تخلص.
من ضمن الحاجات اللي شفتها مسرح ترفيهي موجود تحت جميل جدا، معمول على احدث طراز طبعا عشان يتعمل فيه الحفلات والايفنتات اللي هتبقى موجودة في المكان. المكان سياحي جميل جدا. في تمثال طبعا لبنت موجود هناك، معمول برضو على احدث طراز. طبعا الناس هتروح هناك هيبقى بيميز المكان دوت التمثال الموجود، زي ما بنشوف في دول أوروبية كتيرة جدا. في علامة مميزة لأي ممشى سياحي. المكان ده فعلا هيكون نقلة في تاريخ مصر وفي السياحة المصرية بشكل عام. أتمنى إن شاء الله المرحلة اللي جاية تكون أحسن وأحسن، وإن شاء الله نصور لكم هناك كمان ونعمل فيديو من المرحلة التانية. ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا كومنت وتعملوا شير. أشوفكم في فيديو جديد.